تعالوا لك انا النهارده على مشكله الريسيفر اللي واقف على قناه واحده ما بيقلبش من الريموت وما بيستجيبش. القصه دي بتزعل ناس كتيره جدا. هاخدك معايا النهارده في 3 خطوات مهمين جدا او 4 خطوات، معلومات قيمه جدا لازم تعرفها معايا في الفيديو. ان شاء الله الرحمن كمل معايا الاخر وهقول لك على بركه الله. نبدا نبدا. الريسيفر واقف على قناه واحده ما بيقلبش ليه يا طه دلوقتي؟ عشان خاطر سيادتك دلوقتي عندك مشكله من 3 اقسام او من 4 اقسام. هنبدا اقول لك اول اسم الريموت. الريموت ده هو القصه كلها بتبقى اول عامل فيه 1% من المشاكل بتبقى في الريسيفر او في الريموت ده. تمام؟ طيب ايه المشكله تبقى فيها طه؟ العدسه دي ليها رجلين جوه، ممكن يتخبط من طفل، يتخبط منك وانت واقف مش واخد بالك، يقع في الارض، تفصل واحده منهم من البورده كده انت عندك الريموت مش هيقلب واقف على قناه واحده. وده الطبيعي في الريسيفرات الصغيره بالذات الميني، اما الريسيفرات الكبيره ممكن تقلب من الزرار. وبرضه لو وقف هقول لك برضه ممكن تكون مشكله في البورده نفسها. طيب نجيب الريموت زي كده ونبص على الرجلين اللي جوه دي، او اجيبه زي ما هو كده واجي قصاد الكاميرا بتاع التليفون وادوس كده عليه. لو اشتغل معايا ونور معايا قصاد الكاميرا كده تمام، يبقى انا كده الريسيفر بتاع الريموت بتاعي شغال. هقلب على تاني حاجه اللي هي انا دلوقتي ممكن يكون عندي مشكله في الحجاره نفسها. طيب اغير الحجاره ما جاتش، يبقى عندي ابص على العدسه الصغيره بتاعه الارقام اللي بتبقى موجوده معايا. ممكن تكون مش راكبه كويس في السوكت بتاعها، او فصلت من ورا الشاشه من عندك من الريموت من الريسيفر، او اتقطع منها سلك بتاع الكهرباء اللي هي رايحه مديه للريموت. فده برضو تاني مشكله انها تحصل لك. يبقى اول مشكله قصه الريموت نتاكد منه شغال ولا لا على الكاميرا بتاعه الريسيفر بتاعه الجهاز. تاني هام نشوف العدسه الصغيره اللي جايبه ارقام دي لو شغاله معانا ماشي، مش شغاله معانا نغيرها. تالت حاجه ممكن يكون في تهنيجه في الجهاز، شيل الكهرباء من الجهاز، اعمل له توفيقه كده او فريش، شيله دقيقه واحده وشغله تاني من الكهرباء هيشتغل معاك. لو في تهنيجه في السوفت وير نفسه بتاع الجهاز او في المعالج بتاعه. ليه بقى؟ ممكن كتر الضغط مع السخونه من الحاجات من دي بتعمل فعلا القصه دي ويقف الجهاز عندك على قناه واحده. القصه بنعملها اقول لك على طول شيل الكهرباء، نعنش الميت اللي هو الجهاز الريسيفر وشغله تاني هيشتغل معاك زي الفل مفيش اي مشكله. يبقى 3 حلول ال 4 حلول دول هتطلع منهم واحده مؤكده بفضل الله رب العالمين. اهم حاجه ما تنسناش من لايك وشير، وكمان اشتراك في القناه عشان تشوف معانا كل جديد. من بفضل الله رب العالمين عندنا كل جديد كل يوم، وكل فيديو بيبقى جديد عن التاني، مش بتقلد خالص فيه. عشان احنا في المجال ده عندنا كتير مشاكل كل يوم بتجينا، وكتير مشاكل كل يوم بنقع فيها بتبقى سهله وصعبه، وحاجات تتعمل على طول في وقت، وحاجات ممكن تقعد معانا يوم واتنين. فعشان كده ان شاء الله الرحمن مستنيكم تعمل معايا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وصل كل جديد. وصلى على النبي.